في عز الزحمة وفي وسط مصر القديمة ظهر ولد صغير بيتكلم أسباني كأنه مولود في مدريد. مشهد بسيط لكنه خلى كل الناس تقول مين ده؟ الناس سموه أجويرو المصري، وناس تانية قالت ده أسرع من جوجل ترانسليت. ولد صغير لكن وراه قصة كبيرة وإصرار مش طبيعي. مين هو يوسف وإزاي بقى بيتكلم 4 لغات؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. يوسف محمد المعروف باسم أجويرو المصري، ولد صغير مصري عنده 14 سنة وبيشتغل في بيع الهدايا التذكارية للسياح في منطقة ماري جرجس بمصر القديمة. بس يوسف مش بايع عادي خالص، ده بيتكلم أسباني برتغالي وإنجليزي بطلاقة، وبيعرف يضحك السياح ويوصل لهم الإحساس إنهم في بلدهم، ودي مش حاجة سهلة أبدا. بيقول اتعلمت من بابا هو اللي عرفني على المهنة. من وأنا عندي 10 سنين بدأت ألاحظ السياح وأسمع وأحفظ كلماتهم، وبعدها بدأت أقلدهم واحدة واحدة لحد ما بقيت بطلاقة كده. يوسف ورث شغلانة البازارات عن والده واللي اشتغل في نفس المجال لسنين، لكن يوسف قرر يطور نفسه مش بس في البيع، لا كمان في اللغة والتواصل والضحك والدلع. من كتر ما أتقن اللغات بعض الناس لقبوه بجوجل ترانسليت البشر. والسائحة اللي صورته قالت مستحيل ألاقي ولد صغير بالشطارة دي حتى في أوروبا، وده اللي خلى الفيديو بتاعه ينتشر ويبقى ترند على السوشيال ميديا. هل هو بقى خارق؟ لا خالص، يوسف واحد مننا بس اجتهد وقرر يشتغل ويساعد أهله. بيقول أنا بشتغل الصبح وبذاكر بالليل، مش حابب أسيب التعليم، نفسي لما أكبر أفتح بازار كبير باسمي وأكون بزنس مان أو حتى لاعب في النادي الأهلي. وبالمناسبة يوسف أهلاوي صميم و3/4 عيلته أهلاوية، وبيحلم يلبس التيشيرت الأحمر يوم. يوسف ظهر في أكتر من برنامج مع كبار الإعلاميين زي خير رمضان، عمرو الليثي وبسمة وهبة، والكل أشاد بطريقته لبقته وحلمه الكبير واللي بيحاول يوصله خطوة بخطوة. النسخة التقليدية من شاكيرا في لقطة مشهورة جات له سائحة شبه شاكيرا بالظبط، هو بقى ما ضيعش الفرصة وبدأ يهزر معاها ويقول استنونا مع شاكيرا النسخة المصرية، وقلب المنطقة ضحك وتصوير وسعادة، وكل السياح فضلوا يسقفوا ويضحكوا. رد يوسف على المنتقدين وبيقول في ناس بتنتقدني بس أنا مش بشوفهم دول ولا حاجة بالنسبة لي، أما الناس اللي بتحبني هم اللي بيدوني دفعة وطاقة إني أكمل وأطور من نفسي. يوسف مش بس بيبيع، يوسف بيصنع تجربة، لما بتشوفه بتحس إنك شفت جزء جميل من مصر. مشهد مش هتنساه، شاب صغير مصري بسيط لكنه بيقدم السياحة بوشها الإنساني الحقيقي. والسؤال دلوقتي هل تتوقع يوسف يوصل لحلمه ويبقى صاحب البازار الأشهر في مصر؟ شايف إن دعم الأولاد الشطار زيه كفاية في البلد ولا محتاجين نسلط عليهم الضوء أكتر؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.